الله وبركاته. النهارده حلقه اليوم يا رب تكون سهله وبسيطه، والطريقه العمل الشاورما معانا هنا نص كيلو شاورما، انا مقطعاها شرايح رفيعه كده. انا جايباها شاورما وانا اللي مقطعاها شرايح رفيعه كده شرايح صغيره كده عشان هنعمل شاورما. ومعايا 4 بصلات كبار، ومعايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر، ومعايا هنا البهار، معايا هنا شطه حمراء، ومعايا ملح، ومعايا فلفل اسمر ولوري وبهارات لحمه وبصل بودر. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا معايا الصينيه بتاعتي حاطه فيها زيت اهوت على النار. بسم الله. هنزل فيها اللحمه بتاعتي بالمنظر ده كده، وهقلبها تقلبتين وهسيبها ونرجعوا تاني نشوف هنعمل. هنا يا جماعه انا قلبتها اهوت لغايه بس لما لونها اتغير، بس خدت صدمه معايا من النار واللون بتاعها اتغير. انا مقطعه 4 بصلات، مقطعاهم مكعبات صغيرين خالص كده. هعمل ايه بقى؟ هحط نصهم بس كده معايا علشان عايزه اشوحها، والباقي هسيبه لما احتاجه، ونقول لكم برضو انا هعمل ايه بيه، عشان انا مش عايزه البصلايه بحالها تتهرى معايا. احنا بنعمل شاورما ولازم كل حاجه وكل مكونات نحطوها تكون باينه في الشاورما. يعني البصل يكون باين، والفلفل الالوان يكون باين، كل حاجه فيهم تكون باين. انا بقى هعمل ايه بقى؟ معايا طبعا البهارات بتاعتي، هحط نصها برضو، هحط نصها واسيب نصها اهو. معايا هنا بهارات اللحمه، ومعايا هنا اللوري هحط 2 برضو واسيب 2، وهحط فلفل، ومش هحط ملح خالص. هحط بصل بودر وهحط شطه حمرا بس كده، وهقلبهم مع بعض برضو كده، وهسيبها لمده 10 دقايق، وبعد كده نشوف هنعمل. هنا بقى يا حبايبي شوحت معايا خالص اهي وريحتها زي الفل. هعمل ايه بقى؟ هحط بقى البصل بتاعي كله بقى. انا بعمل الحاجه خطوه خطوه عشان الحاجه تطلع معايا مظبوطه، ويطلع الطعم زي اللي بتاكليه بره بالظبط وفي المطاعم. احنا الاول شوحنا اللحمه، وبعد كده حطينا بصل عليها معلقتين 3 من اللي احنا عاملينه، وبعد كده سيبناها تتشوح وتتبل بالبصل، وبعد كده كبينا باقي البصل، وهنحط باقي البهارات كلها بقى، الملح والفلفل والبصل البودر والورق اللوري، كله حطيناه مع بعض. وهسيبها برضو تتشوح تاني بالبصل والبهار اللي احنا حطيناه، ونشوف الخطوه الجايه هنعمل ايه بقى يا حبايبي. طابت معايا خالص اهيت، جميله اهيت وريحتها زي العسل. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. هنعمل ايه بقى؟ هاجي حاطه الفلفل الالوان بتاعي، هحط الفلفل الاصفر، وهحط الفلفل الاحمر، وهحط الفلفل الرومي الحراق اللي هو الحد جامد ده، لان احنا بنحبه الاكل يبقى حد بس كده. ومش هتكمل دقيقتين وهطفي عليها وقريبي. هيكون طبق اليوم النهارده معانا الشاورما خلص. شايفين؟ بصوا الفلفل الالوان زي ما هو منهريش ولا اي حاجه، زي ما هو باين. الفلفلايه زي ما هي محطوطه، لا اتهرت ولا حصل فيها اي حاجه. شايفين؟ بصوا اهي الفلفل اهوت زي ما هو، الاخضر والاحمر زي ما هو باين اهو. طعمه ما اقولكوش بالف هنا وشفا، طعمه جميل خالص. امشي بس على الخطوات اللي احنا قلنا عليها، وان شاء الله باذن الله كل اللي هتعمليه هيبقى حلو وهيعجب الجميع. ومعانا هنا ده طبق الطحينه بتاعنا. طبعا الطحينه كلنا عارفين، زبده وبهار وليمون وخل وتوم وطحينه يتضربوا في الخلاط يبقى طحينه. بس احنا النهارده الطبق الرئيسي بتاعنا كان الشاورما، عشان كده ما عملتش معاكم الطحينه. يا رب اللي بعمله يعجبكم، وان شاء الله باذن الله تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.